معايا ومعاكم النهاردة فيديو من أحسن الفيديوهات والمحببة إلى قلبي. بحب كده من كل فترة والتانية إن أنا أبدع فيه، وبما إنها رخيصة فيلا كده نستغلها ونعمل أحلى تسبيكة منها. يلا نشوف مع بعض ونتابع هنعملها بطريقة مختلفة، وأسرار طبعا كتير هتشوفوها معايا على إيمي والعائلة. الجديد طبعا شديد. يلا تابعوني وشوفوا أسرار سر صنعتنا. هنعرف مع بعض أسرار التسبيكة بتاعتنا، وبعد ما نقول لكم سر صنعتنا أنا واثقة إن انتوا هتنسوا الطريقة الأولانية، لأن بجد يا بنات الطريقة دي تحفة تحفة جدا. يلا بقى اعرفوا سر وصفتنا، وبالوصفة دي طبعا هنكون مميزين في اكلاتنا ومجددين في كل وصفاتنا. السر بتاعنا في الخلطة دي، هنعرف ايه الخلطة دي بس لما نتابع بعض كده. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ولايك وكومنتي. احلى متابعين واحلى مشاهدين لقناة ايمي والعائلة، وشيرك طبعا عشان يفيد غيرك. وكمان اتمنى ان انتوا تشرفوني على صفحتي ايمي والعائلة فيسبوك. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ونشوف أول خطواتنا هتكون إيه. طبعا هنا إحنا عندنا الكمية المناسبة بقى من الطماطم. أنا هنا مستخدمة 5 كيلو من الطماطم. أهم بقى ما في الموضوع إن إحنا نشتري كده الطماطماية اللي تكون كويسة وتكون ما فيهاش أي حاجة خالص، عشان نبقى ماشيين في السليم. مش معنى إن هي رخيصة وعايزين ننفذ الوصفة بتاعتنا نجيب اي طماطم والسلام. لا، هي فرقها بسيط بس بتفرق معاكي في الصحة. لازم ننقي الطماطمايه اللي تكون كويسة وما فيهاش اي حاجة بايظة خالص. بصوا بقى الشطة دي اختياري. لو حابة ان هي تبقى يعني سبايسي معاكي، انا حطيت هنا يا دوبك لل5 كيلو ربع كيلو من الشطة. عايزة تبدلي الشطة بالفلفل الاحمر الحلو، بتحطي على ال5 كيلو كيلو من الفلفل الاحمر. وعايزة اقول لكم الشطة دي انا كنت مخزناها، يعني هي دلوقتي اللهم بارك غالية. فانا كنت مخزناها في الموسم بتاعها، فكانت ايه اسعارها كانت متهاوده. هنحط بقى كوبايه ميه بعد ما نغسل الطماطم بتاعتنا ونقطعها كويس كده، ونحط عليها كوبايه ميه، كوبايه بس لحد ما تنزل الميه بتاعتها. نسيبها بقى على النار لحد ما تشرب نص كميه الميه اللي هي نزلتها، ونطفي عليها ونسيبها ان هي تهدى خالص. ونبتدي ان احنا نضربها في الخلاط، وبتكون معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزه اقول لكم الاضاءه ظلماها، ده هي كانت حمرة وجميله خالص كده. بصوا بقى تعالوا بعد ما ضربنا الطماطم بتاعتنا هنبتدي ان احنا نرفعها على النار تاني، وننزل بقى بكمية البصل اللي احنا عايزينها. انا هنا استخدمت كيلو، وانا عارفة ان الكيلو قليل. لو انت حابة بقى اما تيجي تزودي لأي تسبيكة حابة ان انت تزودي بصل زودي. انا هنا استخدمت كيلو على ال5 كيلو طماطم. وتعالوا بقى اقول لكم على السر الجميل اللي هيخلي الاكلة بتاعتك في اي تسبيكة وفي حتة تانية. هتعملي بقى محشي، هتعملي صينية بطاطس، اي حاجة بقى هتستخدمي فيها التسبيكة دي هتخلي لك الاكل في حتة تانية. ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده فوق الخيال. وما تستغربوش من خلطة الحواوشي. خلطة الحواوشي انا اخترتها ليه؟ عشان عايزاكي بس تاخدي كده ثواني وتقري كل المكونات اللي موجودة على خلطة الحواوشي. هتعرفي ان هي مناسبة جدا لتسبيكة الطماطم، وفيها كل المكونات اللي انت كنت بتحتاجيها للتسبيكة. وجنب ده كمان بتديكي طعم خرافة. عايزة اقولك جربيها مش هتندمي، بجد الفكرة جميلة وجديدة في نفس الوقت. وهو هتبقي جددتي في اكلاتك واديتيها طعم تاني احلى بكتير من الاولاني. بصوا بقى هحط هنا توم باودر وبصل باودر، وهحط نص معلقة ونص معلقة عشان احنا قلنا خلطة الحواوشي فيها برضو الثوم البودر والبصل البودر. وهنا بقى التركة التانية، هنحط معلقة كبيرة كده او معلقة ونص من خلطة الزعتر او الزعتر. بصوا ونقلبها كده ونسيبها بقى على نار هادية. احنا عملناها اول مرحلة على نار متوسطة، تاني مرحلة بقى نار هادية، ونسيبها حوالي 10 دقايق على نار هادية زي ما انا قلت لكم. ونخليها كده تاخد وتدي بشكل ودي لحد ما تبقى عسل 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 زيكم كده. و... ودي بتكون بقى الخلطة بتاعتنا النهاردة بالسر الجميل اللي احنا شفناه مع بعض ده. يا رب اكون قدرت ان انا افيدكم ولو بمعلومة صغيرة. وكده الفيديو بتاعي خلاص انتهى. اسيبكم بقى على خير واشوفكم بخير، على امل ان يتجدد اللقاء ما بيننا في فيديو جديد. اسيبكم بقى على خير واشوفكم بخير باذن الله. سلام.